ولد عمي وجبت 7 النقشات من جيبو ويطرطقا قدام ويهجم عليا ديك الساعه. بدا تيغوت وتيقول انا نصفيها لعمي ولا ولد عمي ولا اي واحد هضر على الوالده. وانس ديك الساعه ويشدني بالجهد وبقى تيقول لي الله يرحم لك الوالدين اخويا. صافي خويا هذيك الساعه من يسمع الهضره ويدخل ولد عمي كروشيه في وجهه، ولكن ولد عمي ردها عليه ولكن مجنويه في كرشو. من بعد ما طعن خويا عمر لاح الموسمين يديه هو يهرب بحاله، وهنايا الوالده بدات كتغوت باعلى صوت عندها وباه تيغوت عليه وتيقول ليه الله يلقيها لك الحمار الله يلقيها لك اشنو درتي. انس تما غادي معلق في اتجاه عمر خويا اللي الدميات ديالو كيشرشروا في الارض، وتجمعوا الناس كاملين الا انا اللي واقف ومصدوم. ديك الساعه وصل الوليد لعندنا ويشوف الحاله ديال خويا عمر ما قدرش يشد في راسو وفقد الوعي وطاح في الارض. وهنا الناس هزوا خويا وكاين اللي ناض كيجري عند الوالد يفيقو وانا غير واقف وفي بلاصتي وحل عينيا بحال الا فاقد الوعي ولكن مازال واقف ما قادر لا نتحرك ولا نستوعب حتى حاجه من قوه الاحداث اللي وقعوا في وقت واحد. ما بقيت قادر نتفكر حتى حاجه، ولكن في الاخر تيبقى الامر ديال الله. مات خويا عمر تحت التاثير ديال ديك الطعنه. الخوادريه ديالي ماتت في الصباح وخويا عمر مات في نفس النهار بالليل. وشكون اللي ورا هادشي كامل؟ كنت انا اللي داير الذنب، كنت انا المذنب الاول. كلشي اللي وقع مع خوتي تا واحد ما لامني بشكل اللي مباشر وتا واحد ما عيب عليا الا انس، ولكن انا الوحيد اللي كنت عارف شنو كان مدفون في ديك الحديقه وانا عارف شكون دفن داكشي. ديك الساعه ما كانش عليا نتسرع ونخرج دوك البراوات من المونيكا اولا نفك داك الخيوطه من تما. ما كانش يوقع هادشي لختي سلمى، والدليل اصلا براسو اختفى وما قادرش نشد في يدي حتى دليل على مرت عمي. ومن فوق هادشي كامل باغي ناخذ حقي بيدي، والنتيجه كانت هي انني تسببت بالموت ديال خويا عمر. الغلط اللي درته هو انني نوضت البلباله وقلت لهم باللي مرت عمي اللي دارت السحر لختي سلمى ووصلنا لهادشي. حتى واحد ما كان متيق داكشي اللي تنقول وما كاين حتى دليل ملموس على هادشي. وحتى ولو هزيت الدليل في يديا وريتو الناس شكون اللي غيتيق باللي مرت عمي هي اللي دارت هادشي ودفناتو؟ واش غنمشي عند الناس ونبدا نقول لهم حلمت بكذا وكذا؟ عمي الوحيد هو اللي بقى بوحدو كيجي عندنا من بعد هادشي، وهو توعد بانه غيسلم ولده براسو للبوليس. انس حاول معايا بزاف باش يفهمني علاش درت هادشي كامل، واخرتها قاطعني بالمره ما بقاش دو معايا حيتاش اتهمت الوالده ديالو بدون سبب وبدون دليل. قال لي قاعد الزريد ديالك والطيران هو اللي وصل خوك عمر المقبره ولا ما كانش غيوقع هادشي كامل. ومن بعد دازت 3 ايام ديال العزو ورجعت العسكر دفع الدوسي ديالي باش يخرجوني بحالاتي حيتاش الخوت بقيت انا الوحيد عند الوالد والوالده، ودعت صحابي اللي في العسكر وبالاخص ياسر اللي كان عزيز عليا بزاف. تاثر بزاف من داكشي اللي وقع ليا ومع العائله ديالي. سولته على حسن قال لي حتى هو غيسرحوه بحالاته حيتاش ما بقاش صالح للخدمه العسكريه مسكين. شي واحد ما كان عارف شنو واقع عليه ولا السبب ديال الحاله ديالو. وناوي طاح لي في بالي ديك التعويذه اللي نسيتها في الدار. بديت كنقول مع راسي انني غنرجع للبلاصه، ولكن دابا خرجت الخوت ما بقيتش قادر نرجع وممنوع ندخل مره اخرى لهذا المعسكر. يعني خصني نقلب على بلاصه اخرى ندفن فيها هادشي، ولكن شي بلاصه اللي نكون متاكد انه ما غيوصل لها حتى واحد باش ما يوقعش ليه كيف ما وقع الحسن. من بعد ما رجعت لدارنا، ولكن دارنا دابا ما كانش دارنا بالمره. هذه ماشي الدار اللي كنت فيها انا وخوتي. الوالده من داك النهار وهي في الفراش ما كتنوضش وتأزمت بزاف الحاله ديالها وطلع لها السكر. الوالد ديالي حتى هو تغير، قوت الهم والقلق. غير في سيمانه كبر 20 عام. اختي سنه الوحيده اللي كتبرك حدا الوالده وكتواسيها. كانت الدار فيها غير السواد والهم وكانت مظلمه. اي حاجه شفتها في هذيك الدار كتفكرني غير في عمر وسلمى. الطابله اللي كنا كناكلوا فيها والكراسه اللي كنبركوا فيها والصالون والجريده اللي كنا كنلعبوا فيها الوقت كامل وحنا صغار. تفكرت كل شيء كيفاش كنا كنبغيو بعضياتنا وكنعاودوا الاسرار لبعضياتنا. دخلت البيت ديال خويا عمر وانا نشوف الكتوبه والطابله اللي كان يقرا فيها. مسكين كان اخر عام ليه في لافاك ويتخرج محامي، ما قدرش ننسى هادشي. وهنا اتصل بيا صاحبي حميد وطلب باش يشوفني واتفقنا فين نتلاقاو. داني مسكين باش يخرجني من داك الجو ديال الدار والحاله اللي انا فيها. قال لي اش بان لك تخدم مع الوالد ديالك؟ حل محل ديالو وخدم فيه. الوالده الخوت كان عنده محل ديال الادوات المنزليه والكهربائيه، وقال لي حميد انه غيبقى معايا ديما ويعاوني في اي حاجه انا محتاجها. كان حميد هو خويا الثاني بكل كلمه من معنى، دار كل شيء باش يعاونني ويخرجني من الحاله اللي انا فيها. وفي العشيه من بعد اذان المغرب استأذنت منه باش نرجع بحالي للدار. قال لي غنمشي معاك ونوصلك. وحنا غاديين في الطريق قال لي قبل ما ننسى، البارح تلاقيت مع الحسن
ويتفكر ذاك الكتاب اللي خلاه عندك، وقال لي الا قدرتي الله يرحم لك الوالدين جيب لي الكتاب. عاودت ليه داك الشيء اللي وقع لك، هو في اخباره كل شيء وبقى فيه الحال، وطلب مني انني نرجع الكتاب ديالو اللي ساليتي منه. عطيه لي ردو ليه. قلت لي ساليت منه. انت شوف انا عطيه لك ودي ليه، ما فيه اللي يمشي بالرجوله. قال لي ويلي صاحبي مرحبا على راسي. مني وصلنا الدار قلت لي صبر عليا واحد 2 دقائق، ودخلت وجبت الكتاب وجبت معاه المخطوطات والوراق وداك الشيء. رجعت هذوك الوراق البلاكار وهبطت الحامل الكتاب، قلت ليه سلم لي على الحسن. رجعت حليت البلاكار وجبت دوك الوراق وبقيت كنقلب فيها، وانا كنقول لكم الخوت ناوي نتخلص من هادشي بالمره. شويه حسيت براسي دخلت في واحد الحاله ديال اللاوعي، افكار ديالي تخربقوا بحال الا انا بارك مع راسي وتنهضر مع مخي. الافكار تناقضوا في دماغي والمشاعر تخلطوا، وبحال الا شي حاجه كانت فيا الداخل ناعسه وفاقت. ماني فكرت في الاول انني كيفاش غنتخلص من هاد الورقه. جاوبت على راسي وانا نقول له انت ما عارفش علاش انت بالذات وصلت لك هاد الورقه وجبتيها. علاش انت؟ حيت في الاساس مادام هادشي وصل ليدي وبحال الا تفتحوا لي ابواب جهنم، والمشاكل في الدار ما بغاوش يساليو، واخرتها الموت ديال خوتي. جاني واحد الرد مع راسي ويقول لي عرفتي علاش محمل راسك مسؤوليه على هادشي كامل؟ اصلا هادشي اللي وقع كان غيوقع بجميع الاحوال بالتعويضه ولا بلا بها، حيتاش مرت عمك هي السبب في هادشي كامل اللي واقع. هي اللي دارت لختك السحر قبل ما تمشي انت للجيش. بصح مرت عمي هي الاساس ديال كل شيء. الله ينتقم منا ومن كل ظالم. جاني واحد الرد بحال الى النار ديال الغضب وخارجه من قلبي. كيفاش الله ينتقم منا؟ هي في الاساس دارت هادشي كامل وما فكراتش في الانتقام ديال الله. سمحوا لي من هاد الهضره اللي تنقول لكم، ولكن راه كنعاود لكم داكشي اللي كان تيدور ليا في بالي. الاول قلت لكم الافكار ديالي تخربقات وما كنتش عارف شنو واقع معايا. بصح هي ما كانش دايره حساب الجريمه اللي دارتها واداة كتب كل دم بارد، وانا اللي غادي ننتقم وغرد الحق ديال خوتي اللي مشاو بسببها وسبب الاعمال اللي دارت. وهادشي خصو يوقع ضروري، العين بالعين والسن بالسن، والضربه غتكون بنفس السلاح اللي استخدماته، وغتعاني كيف ما عانات اختي، ويوقع فيها ابشع واشنع من داكشي اللي وقع لاختي سلمى. غنعيشها المرار والعذاب ديال بصح، وغتعاني وتذوق من نفس الكاس اللي شربات منه اختي سلمى. جبت دوك الوراق اللي قدامي وبحال الا تحولت لشيطان. كنت عطشان باش ننتقم وكنت غضبان بزاف. هزيت هذيك الورقه اللي كتبت فيها الترجمه كامله، قريتها المره الثانيه وخديت قرار انني من هاد الساعه غنبدا نصوم وما ناكل حتى حاجه من غير الزبيب ونشرب الماء. وجدت كاع داكشي اللي كان في الشروط، وجدت اي حاجه. كنت كنتسنى غير الجمعه وما خرجت من البيت، ما دويت مع حتى واحد. كنت معزول مع راسي وكنوجد راسي وكنحفظ اي حاجه خصني نقولها ولا نديرها. نهار الجمعه كان كلشي واجد. جبت هذاك الحيوان اللي كان لازم نحرو وثبته مزيان وقلت بسم الله ودوزت عليه وانا رسم به هذوك الطلاسم في الارض، ودرت كل شيء كيف ما قريت في الورقه، وطفيت الضوء وبديت كنردد في العزيمه الاخرى حتى شويه طفاو الشموعه كاملين. واخر حاجه قلتها هي احضر خادما مطيعا يا كذا كذا، وريحت في واحد الظلام وشتا كانت كتصب خاص يطلع المارد اللي طلبته دابا، ولكن ما وقع والو. بقيت مده طويله مريح وسط الظلام وما وقع حتى حاجه وما تبدل والو. نط وانا شاعل الضوء ورجعت للورقه وتنقرا فيها. راجعت كاع الخطوات من الاول، ما كانش مخربق حتى حاجه وما ناسي والو، وفشلت المحاوله الاولى. دابا خاصني نتسنى عاوتاني حتى الشهر الجاي نهار الجمعه كيف ما تذكر في المخطوطه. خاصك شهر من بعد المحاوله الاولى. فديك الفتره اللي كنت كنتسنى نهار الجمعه بديت كنجمع بزاف الكتوبه ديال السحر، وسمعت على واحد الكتاب اللي ما قدرتش نذكر سميتو اللي عاودوا لي عليه انه اشنع وابشع كتاب اللي قدرت نلقى النسخه التقليديه ديالو. كيفاش نذكر سميت الكتاب حيت ساهل تمشي تقراه دابا. قريت فيه بزاف على الخطوات ديال استحضار الجن، وكل طريقه فيهم كتختلف على الثانيه، ولكن كاملين كيتجمعوا في حاجه واحده. هو الغلط اللي درتو في الاول انني مني بغيت نحر قلت بسم الله والله اكبر، ولكن كان من المفروض نذبح هذاك الحيوان وما نذكرش سميت الله. الشرط ديالو انه يكون نحر ماشي لوجه الله. هنا بقيت كنفكر شويه وبديت كنتخيل الحجم ديال داك الاثم اللي انا غنديرو، ولكن كان شي حاجه في عقلي طاغيه وفضولي كبير ورغبه في الانتقام وفراغ داخلي. انا كنت واحد الانسان اللي مسالم وما كنبغيش المشاكل والصداعات وما تنقولش لا وحشومي. هادشي علاش كانت عندي رغبه باش نكسب قوه تخليني نواجه اي واحد ونقدر ناخد حقي بيديا. وتخلطوا عليا المشاعر الخوت، ضربوا لي الافكار مع راسي، وتقاتل داك النص المسالم فيا مع النص الشرير والجانب الشرير اللي فيا
يلا فاق غير مؤخرا، ولكن كان اقوى وطغى على عقلي، واقتنعت باي حاجه كنت غنديرها وما فكرتش العواقب ولا الخطوره ديال الطريق اللي انا غادي فيها. من بعد شهر تقريبا كنت موجد راسي اكثر من المره الاولى بزاف، وفي هذه الفتره كامله كنت كنتخيل داكشي اللي غيخرج قدامي، كيفاش غنقدر نضبط راسي. بقيت كنرسم بزاف الاحداث والاشكال في راسي اللي كانت كلها خايبه وبشعه، حتى جا الموعد ديال المره الثانيه وفي ليله الجمعه ما كان حتى شي ضوء بالمره. كنت موجد كلشي كيف من المره الاولى، وذبحت هذاك الطير بلا ما نقول حتى شي كلمه. وكانت واحد الحاجه في دماغي تتذكرني وكتقول لي راك كتقدم في ضحيه لغير الله، ولكن كنت مقتنع بداكشي اللي كنديرو. كملت كلشي حتى طفاو الشموعه كاملين وكان الظلام. ما ردت اخر كلمه، احضر يا كذا كذا. شويه تبدل الجو وكان واحد الضغط اللي كبير في هذاك البيت. تخيل معايا بحال الا غادي في لوطوروت في شي طونوبيل بواحد السرعه اللي كبيره وخرجتي راسك من الشرجم، الاكسجين ما غاديش يدخل لك مزيان نيفك. بحال هكاك كنت كنحس ديك اللحظه النيف ديالي كيرفض يسحب الهواء بشكل اللي طبيعي، ولكن هادشي كان غير لثواني قليله. من بعد شعلات اول شمعه اللي كانت طافيه، وشعلات راسها وشعلات اللي بعدها واللي بعدها بنفس الترتيب اللي طفيت به انا الشمعات في الاول، شعلوا كاملين. والشكل الخماسي ديال النجمه كان نصها خاوي وما رسمت فيه والو، ما كتبت حاجه. ولكن من يشعلوا دوك الشمعات بدات كتبان ليا كتبه وبداو كيبانوا ليا كلمات. كانت الكلمه هي اسم داك المارد اللي انا كنستحضر فيه. واحد اللحظه ديك الكلمه اللي في النص ديال النجمه تحللات ولات بحال البقعه حمراء، بحال الا شي ضايه ديال الماء، بقعه اللي كبيره وغادا وكتكبر وكتكبر، ولكن كانت غير دم احمر كيمشي وكيجي. تا ولات هذيك الدواره كلها حمراء بحال الا قدامي حفره وفيها غير الدم. واحد اللحظه خرج من نص الدواره راس بحال الا شي واحد كان في بيسين وكيخرج راسه من الماء، ولكن هذا ما كان لا بيسين ولا ماء ولا تا واحد خارج من الماء. هذا كان شي حاجه كتخرج غير بشويه 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 حتى بان قدامي كامل بأبشع شكل اللي ممكن تخيلو في حياتك. كاع دوك الخيالات وداك الشيء اللي حاولت نرسمو في بالي ما كان كيشبه لهذا ولا حتى في جزء واحد. هذا الشكل البشع اللي خرج قدامي حسيت لثواني انني غنفقد الوعي، لان درجه الفزع كانت كبيره. من خرج ليا كامل داك الدم اللي تحت منه ما بقاش، ورجعت الارض طبيعيه بنفس الشكل اللي رسمته في الاول. كان بارك في النص ديال الدواره كيف ما باركت انا. حسيت باللي ما كان عندي حتى شي خيار انني نشوف في عيني ابشع حاجه اللي ممكن نوصفها لكم. الدنيا كانت ظلمه وخونا مضوى غير بدوك الشموع اللي دايرين به وعاطينو هذاك الشعا ديال العافيه من التحت. حتى من داك الظل اللي كان مرسوم على الملامح ديالو كان كيخلع بزاف ويقول لي يابا حس الصوت اللي غليظ بحال الا صوت خارج من بير. انا حضرت من بين يديك كيف ما امرتي، واش انت مساعد العهد؟ كانت قرجوتي ناشفه بحال الا ما شربش الماء شهر دابا. جمعت القوه ديالي كامله باش يلا نهز راسي ونقول لي ما نقدرش نوصف لكم الخوت داكشي اللي حسيت به. كانوا حوايج اللي في القمه ديال الكفر والشرك والفجور، وما كان عندي حتى شي مجال باش نرفض او لا نناقش. كنت خايف وموافق في نفس الوقت، وكندير كاع داكشي اللي كيطلب مني. ومن درت معاه العهد تبدل الشكل ديالو وتبدلوا حتى الملامح ديالو، من واحد المخلوق اللي بشع وخايب لواحد الهيئه اللي مهيبه بحال الا بارك قدام شي ملك. عينين حادين بزاف ونظرات كتقبل الروح ديالي، شعر اللي كحل وهابط لتحت وملامح اللي مهيبه. وقال لي بواحد الصوت اللي مبدله النبره ديالو وكان غليظ، انا جيت طلب حاجتك وانا في الخدمه دايما. الخادم ديالي غيكون معاك ديما وصوتي غيكون مباشر لك انت. ومن بعد ما كمل الهضره ديالو خرج من وراه المش الكحل اللي كنت شايفه من قبل، وقف في الجنب ديالو وتغيرت الهيئه ديالو من مش لواحد المخلوق اللي صغيور، كائن قصير والشعر ديالو في نفس الطول ديالو ومغطى عليه وجهه. عرفتو الخوت كيبان ليا مخلوق صغيور بحال دوك الاقزام وقصير بزاف، والشعر ديالو مغطي وجهه ما كيبان ليا غير بحال الشعر غادي. وتما جاي في الاتجاه ديالي وطلع ليا فوق كتفي اليسار. ومن بعد داك المارد اللي خرج ليا في الاول هو يغوص وسط الارض منين خرج المره الاولى، وطفاو الشمعات كاملين. الضو ديال البيت هو يشعل غير بوحدو، وشفت في كتفي بان ليا المش ما كاينش، ورجع كلشي طبيعي كيف من الاول. حتى حاجه ما تبدلات الا انا. ويلا شويه دابا كنت انسان طبيعي، ولكن دابا وليت فاجر وفاسق، ودخلت في واحد الطريق اللي مستحيل نخرج منها. وتغيرت حياتي كامله من بعد. وليت الا تلاقيت مع شي واحد في الطريق شي حاجه كتهمس ليا في ودني وكيقول لي هذا فلان ولد فلان، وتيقول لي العمر ديالو، وكنعرف كل حاجه عليه. وحتى من ديك النسخه التقليديه ديال الكتاب اللي قلت لكم وليت عارف كاع داكشي اللي ناقص فيه.
وصححتها وخدمت عليها. كان بإمكاني نسلط الجنة لأي واحد ونفرق ما بين الزوج ومرته ونفتن عباد الله. كانت البداية ديالي مع مرت عمي، ودرت شي حوايج اللي خليتها تجري في الشارع وهي شاده في شعرها ومحيده حوايجها وكتقول انا اللي هذه سلمى بنت مريم. سمحوا لي، انا اللي وصلت سلمى لهاد الشيء هذا، ووقع اللي وقع. كان كلشي تيقول باللي الضمير ديالها فاق، وقرات بهداك الشيء اللي دارت وجات هاد الصدمه. ومن بعد اعترفات بهاد الشيء، ومن بعد ما اعترفات العمي طلقها مباشره. وتلاقيت معها واحد النهار في الشارع، تما جاي عندي كتجري بحال شي كلبه. قالت لي دخلت عليك بالله لما سمح ليا نبوس لك يديك وراسك، ما كانش قاصده يوقع هادشي. كان المفروض انه ما يخرجش داكشي من المكان اللي دفنتو فيه، ولا يتفكوا العقاد ولا يتحيدوا البراوات. انا ما كنتش عارف هادشي غيوقع، وما كانش قصدي انها تموت. اسمح ليا، ولكن ما شفتش فيها. قلبت وجهها وما رديتش عليها. كان كيجيني شعور بالنشوة بداك النصر والقوة، وباللي هادشي اللي واقع ليها دابا انا سبابه. ومن بعد داوله ما صحة عقلية وما خرجتش منه بالمرة، وتطورات الحالة ديالي وبديت كنخدم غير في الخفاء في هادشي هذا. فك السحر وندير السحر والتفريق والتسليط وشي حاجة كتعلق بهادشي. كنت محتاج انني نخدم في هادشي بطريقة اللي مقبولة بين الناس. وسافرت بزاف المناطق العام كله وانا كل مرة في بلاد. خدمت على انني شيخ روحاني لعلاج السحر بالقرآن، وكنت ما بين الناس كمشي لابس البيض وهاز التسابيح، والناس كيتجمعوا ليا باش ياخذوا البركه وكيسمعوا مني النصائح. ومن بعد واحد الفتره وليت معروف بالشيخ يوسف البركه، وليت كنسحر الناس باش يجيو لعندي ونشافيهم بالبركه ديالو وناخذ فلوس. كسبت الحب ديال الكذوب والنفاق والخداع والمكر، وكسبت ثروه من هادشي كامل. ولكن ما كنتش كنبين للناس الفلوس ديالي وداكشي اللي كان عندي. كنت كنمثل بانني الشخص المتدين والله يعمر دار اللي ما باغي والو من الدنيا، وان الفلوس اللي كناخذها من عند الناس هي غير الثمن باش كنشري البخور وداكشي اللي كنستخدمه في العلاج. والناس ملي كتسول عليا في الوقت ديال الخلوه ديالي كنقول لهم غير كنصلي وكنذكر الله، ولكن كنت كنستخدم طقوس ديال العباده واحده اخرى، طقوس الكفر. وكنت في واحد الحاله ديال النجاسه وكندوش مره في 40 يوم، وكان ممنوع عليا ندخل الجامع. ولفت هذيك القضيه ديال النجاسه ولات امر طبيعي بزاف، وكانوا الناس بزاف كيتصادفوا معايا كيشوفوني مع الوقيته ديال الاذان وكيبزوا عليا باش ندخل نصلي معاهم الجامع. كان عندي داكشي طبيعي، كندخل الجامع بلا وضوء وكندخل على جنابه. ومن بعد عام رجعت عند موالين الدار، رجعت نشوفهم ورجعت انا ومرتي. كلشي كان مستغرب في الحاله اللي انا فيها، ولكن قدرت نقنع كلشي انني في الطريق صحيح وكنخدم الناس. توفات الوالده ديالي من بعد واحد الفتره، وحتى في الجنازه ديالها وقفت ما بين الناس وانا على جنابه، تعميت على الدنيا. وحتى في هذيك اللحظه ما حسيت ولا بتانيب ضمير ولا والو، وليت شيطان بكل ما تحمل الكلمه من معنى. ودازوا الايام ونعمه على الدنيا، وعاجبني الحال في داكشي اللي كنديرو، وما حاش بالذنب وما حاش بالاذى ديال الناس وانني كنضرهم. كيفاش غنحس بتانيب الضمير واصلا وليت عبد ديال الشياطين؟ ومن بعد مده الزوجه ديالي وهي تحمل، وجاني امر باش نسمي ولدي اكتم، وخصني ضروري نوهب روحو ليهم ويكون هو الخليفه ديالي في الاعمال ويكسب الطريقه ديالي والخدمه ديالي من بعدي. ملي ولدت الزوجه ديالي هزيت ولدي ما بين يدي، واحلى حاجه كسبتها في هاد الحياه وكانت فرحتي كبيره. هز ولدي وما متهيقش. العائله ديال مرتي كانت معاهم تا اختي، كلهم كانوا تيقولوا ما شاء الله. وديك الساعه قرب عندي الوالد غير بينه وبينه، قال لي المفروض انك تاثر لي في ودني يا ولدي. يعني كيف ما راكم عارفين الدري ملي كيتزاد خاص بوه ياثر لي في ودني وينطق الشهاده. كان هادشي اللي خصني نديرو، ولكن في نفس الوقت ما كنتش باغي نديرو. انا وهبته قبل ما يتولد، داكشي علاش كان صعيب عليا ناثر ليه. قربت فمي حتى ودني اليمين وبديت كندوي بصوت اللي ما مسموعش. رددت العزيمه اللي غتربطو بالعالم السفلي كيف ما طلبوا مني. كنت كنقدم الولد ديالي قربان ليهم. كملت وانا نقول لهم غتكون سميتو اكتم. كل شيء هو يستغرب. مرتي هو تقول لي خصنا نسميوه على سميت عمي او جدو. الوالد هو يجاوب هو حشمان، قال لا ماشي مشكل، راه ولده ويسميه اللي بغا. اختي وهي تقول لي ولكن علاش هاد السميه بالضبط شنو معناها؟ قلت لهم سالينا، الدري هذا سميتو اكتم. ودازوا الايام ولدي تيكبر وكيكبر، وكنت متعلق به بزاف، كان هو حياتي. تعلقت فيه بروحي كامله. ما عرفتش كيفاش الشخص اللي غبي بحالي عنده هذا القلب الكحل، وما كنتش عارف كيفاش كان عاجبني الحال في هادشي. ومن بعد ما ولدي ولات عنده عامين كنت باقي في نفس الطريق، والحاجه الوحيده اللي تبدلات هو انني ترقيت كثر. واحد النهار كنت بارك من بعد العصر، بارك في واحد الخلوه برا في الخلا. كانت عندي مهمه
وكان عندي تقديم قربان. ومن بعد ما كملت بركت مع راساتي وبديت كنحس بواحد العيا اللي كبير. حسيت باللي ضروري خاصني الناس وما كان عندي حتى شي حل او نوض نوصل ولا شي حاجه. واحد اللحظه على غفله جاني داك الشعور بالخمول واستسلمت وتسرحت في بلاصتي. كان خاصني غير الناس. شويه وهي تخرج اختي سلمى قدامي، خرجت من العدم. قعدت من بلاصتي وكنشوف فيها وانا متفاجئ. كانت النظره ديالها ليا حاده بزاف، كتشوف فيا بواحد الشمئزاز وبشاعه. حاولت نوض عندها ولكن قالت لي خليك في بلاصتك، ما توقعتش انك غتوصل لهادشي. يوسف حتى من هذا الاسم هذا حرام يكون سميتك. انا ما كيشرفنيش ابدا تكون خويا. كنت كنسمعها وانا بحال الا مبزين عليا غير نسمع وصافي. كنت ما بين الناس والواقع. كملات هضرتها وقالت لي من اليوم خرج من بالك انك كانت عندك اختك سلمى واحد النهار، ونسى خوك عمر ونسى الوالده. ما تذكرناش على فمك ولسانك وما ترحمش علينا الا تذكرنا قدامك. كلامك كله كذوب ونفاق. سير بعد من با، بعد منه. انت وليتي الشيطان ديال العائله. انت اصلا ما بقيتيش من العائله ديالنا. كنت غير كنسمعها وانا كنبكي. قالت لي واش انت كدير هادشي باش تنتقم ليا؟ شي قبيه تا واحد ما طلب منك هادشي. رب العالمين ما كانش عاجز انه ياخذ حقي من اللي سلبني حياتي، ولكن انت اللي اختاريتي هاد الطريق. بعدتي على دينك والدنيا ديالك باش ترضي راسك وفضولك ودير راسك قيمه اللي وهميه. غتخسرها وغتخسر السمعه ديالك وغتكون ملعون ومنبود من السما والارض. وهي تختفى من قدامي. شويه ويولي الرعد والشتا صبات وكانوا الاصوات عاليه. قلبي ويتقبض من الخوف وكنشوف هذاك البرق والالوان ديالو بحال الا كيشق السما. شويه ويجيني صوت في راسي: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. جاتني نوبه ديال الخلعه بحال الا عمري سمعت الايات من قبل. زعزعوني. كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. حسيت براسي ميت وشي واحد كيسمعني الآيات والخوت ما قادرش نتحرك بحال الا شادني بغطاط. كنحس براسي غادي جهنم وكنغوت بأعلى صوت: يا ربي يا ربي انا غنتوب من كل شيء. يا ربي غنتوب من هادشي اللي درتو. رجعني الحياه، غنحبس هادشي ورجع الطريق الصحيحه ورجع العباده ديالك. وبقيت كنبكي في واحد الحرقه وكندوي وانا كنبكي. خواتاتي هذه المره الخامسه اللي كنعاود هاد الفقره بالضبط، حيت لحميت بورش عليا الصراحه. بقيت كندور راسي في ديك البلاصه اللي انا فيها. ومن بعد ديك الحلمه نط من بلاصتي وانا غير كنغوت: يا ربي التوبه. مشيت لدارنا وبديت كنضرب اي حاجه كانت قدامي. كل حاجه كانت عندي كتخص السحر والشعوذه. وليت غير كنجبد وكنهرس وكنلوح في الارض وخربت اي حاجه كانت طايره بيا وانا كنعاود نفس الكلمه: توبه يا ربي. شويه مني وقفت باش ناخذ الانفاس ديالي. رجعت سمعت صوت القران في مخي وبقيت كنبكي. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وحسيت باللي كل شيء تبرأ مني وانني وليت من اهل النار. ولكن شنو غندير باش نقدر نصحح هادشي اللي درته؟ ومن بعد جاني واحد الصوت في ودنيا: العهد، ما تنساش العهد. غوت وانا نقول ليه ما بغيتش نبقى غادي في الطريق. ما بغيتش نكمل في هادشي اللي انا فيه. غادي نخلي هادشي ولو كان ثمن حياتي. التوبه يا ربي توبه. وهنا هو يخرج داك المشلك حال قدامي، ولكن كان على الشكل ديالو الحقيقي. داك الكائن القزام القصير اللي كان الشعر ديالو والطول ديالو. قال لي: وياك ثمن كبر بزاف من داكشي اللي كتخيل. تهدن وراجع الافكار ديالك. انت وهبتي راسك وولدك لينا، والطريقه دي باش تخرج مننا ماشي سهله. انت اصلا خسرتي الاخره بكل الاحوال ودرتي هادشي بالاراده ديالك، يعني فقتي معطل. هادشي ما غينفعك وما غيضرك. كمل داكشي اللي بديتي وبلا ما تحاول تخسر كل شيء، وما تنساش ولدك. واختفى. من بعد طاح لي في بالي ولدي انه هو اللي غيتحمل العواقب اللي غنكون انا السبب فيها. وانا من الاساس كنت غلط انني وهبته للشيطان. هو شنو ذنبه باش يتحمل الاغلاط ديال بواه؟ حطيته بحال المصيده قدامي وهو اللي غيهز الدقه. ديك الساعه كنت خديت القرار ديالي باش نتوب ونكمل على هادشي ونتحمل العواقب مهما كان الثمن. وديك الساعه وانا نوض ندوش من كاع ديك النجاسه اللي كنت فيها
صليت 2 ركعات لوجه الله، مشيت عند با وعاودت ليه كاع داكشي اللي درتو والوضع اللي كنت فيه. الوالد ديالي بقى غير كيبكي وتيقول لي الله يسمح لك اولي، علاش درتي في راسك هاد الحاله، الله يسامحك. الوالد ديالي بقى يبكي. نطت من بلاصتي ومشيت مباشره للجامع، دخلت وصليت وبقيت غير كنبكي، كنصلي وكنبكي حتى عييت وعي حتى قلبي من البكا. رجعت للدار وهزيت مرتي وولدي وديتها عند الدار، قلت لها راه غنرجع وغنجيبكم. ومن بعد حياتي وهي تقلب الجحيم، ما بقيت لا كنعس ولا كنفيق مزيان، والكوابيس دايما بالليل وبالنهار. كيوقعوا لي مواقف وكيتهيئوا لي اشياء اللي ما عرفتش واش انا ناعس ولا فايق. ومن بعدها ولدي ومرتي ما بغيتش ندخل في التفاصيل بزاف، يكفي غير نقول لكم انه قدر الله ما شاء فعل. واللي ارتاح وانتقلت الروح ديالو لعند الرب العالمين، وانا هكا غنقدر نكون خلصتو من الطريق والذنب ووصلتو لطريق الخلاص. من بعد داكشي اللي علقتو به هو ما ذنب والو. توفى الوالد ديالي تا هو من قوة القهرة ومن داكشي اللي وقع علينا. الصراحه هادشي صعيب بزاف وانا صعبت عليا الحياه كثر، خصوصا من بعد ما كاع الناس ولاو عارفين قصتي وتا واحد ما تقبل انني نكون شي واحد شخص غلط وتاب وما تقبلوش التوبه ديالي. وكاع الناس اللي كنعرفهم ولاو كيعيفوا مني وكيتحاشاو يهضروا معايا وما كيقربوش ليا. وليت بحال شي واحد اللي وحيد، الشخص الوحيد اللي بقى كيبغيني وكيشجعني هو السند ديالي، هو صاحبي حميد، هو اللي وقفني على رجلي مره اخرى. ورجعت وفتحت المحل ديال الوالد وخدمت فيه ورجعت حياتي طبيعيه. ما نقولش لكم باللي رجعت طبيعي كيف ما كنت قبل، حيتاش اليوم اثر بزاف، ولكن اقل حاجه انني حاس بالطمانينه اللي دخلت لقلبي. دابا ما بقيتش قادر لا نتزوج ولا يكونوا عندي ولاد، واخرتها غنموت وانا بوحدي. ولكن الحمد لله يكفي انني نفني حياتي الرب العالي ونكفر على كاع داكشي اللي درتو، حيتاش الطريق اللي كنت فيها غير الظلام. فعلا في الاول كانت سهله وبديت فيها، ولكن ما ضربش حسب العواقب اللي خصني نتحملها ولا الثمن اللي خصني ندفعه. ولكن الحمد لله والشكر لله لقيت الطريق صحيح في الاخر، ويا ربي لا تضل شي واحد. وانا حبيت نعاود لكم كاع هادشي اللي وقع معايا باش حتى شي واحد ما يفكر في هادشي هذا، وبلا ما تاثروا بهذوك الافلام والقصص ويولي عندك واحد الفضول صبياني اللي ممكن يدفع من موراه الدنيا كامله واخرته، وغير باش يستافدوا من هادشي اللي طرا ليا. هاد القصه العبره اكثر من التشويق، حتى لهناك تكون كامله القصه ديالنا. اللي ما تابعاش من الاول يتبعها. الصراحه الخوت قصه واعره وعشنا فيها بزاف الاحاسيس، تخلعنا وتاثرنا وكينا وفرحنا، عشنا كاملين شعور واحد. وكاين الناس اللي تاثروا بالقصه. شكرا لكم بزاف الخوت، صراحه ما نكذبش عليكم، فرحتوني بكميه التعاليق ديالكم وانا فرحان بزاف حيتاش انا وسط عائلتي وماشي متابعين. انا حاس براسي بحال الا بارك وسط منكم وانتم كاملين دايرين بيا وكنعاود ليكم. صراحه الله يخليكم ليا وتنهضر معاكم من القلب. كنتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم ونرى الاشاره في اي حاجه الخوت. المهم نختم ونقول لكم الخوت ردوا البال وما يفكر حتى شي واحد يفكر في هاد الامور حيتاش العواقب ما غتكونش سهله. دائما الواحد يصلي ويتوب، واي واحد غلط ومازال حي عندك فرصه باش تتوب وترجع الله. عاود ليه كل شيء راه غيسامحك طالما انت عايش وياك تغلط، مازال عندك الوقت باش توصل لاي حاجه في حياتك. نتمنى تكونوا حبيتوا القصه ودعموها بلايك وبالتعاليق الزوينه بحال وجهكم وبارطاجيوها مع الناس حيت هاد القصه خاص ضروري يسمعوها الناس. واليوم كنختموا السلسله ديال العسكري والجنيه. السلام عليكم.